قبل ما نبدأ الفيديو ياريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وياريت تشترك في قناتنا الاحتياطية كاريكاتون بالعربي اللي هتلاقي الرابط بتاعها في صندوق الوصف تحت. ونبدأ مع قصتنا الجديدة حكاية آن. بتبتدي قصتنا بالطفلة آن وهي قاعدة مع أمها اللي بتكون بارعة في صناعة الحلوى الفضية جدا، واللي بتحكي لها عن جزيرة هالاند، ودي أرض بتعيش فيها الجنيات وتم تدميرها من 500 عام بسبب البشر، واتقال إن الجنيات بسبب ضعفهم خضعوا للبشر، لكن أمها بتقول إنها بتظن إنهم مش ضعفاء لكنهم ما كانوش بالقوة اللي بتواجه البشر، علشان كده خسروا وأصبحوا عبيد للبشر. وبتكون آن سعيدة جدا بطعم الحلوى اللي بتصنعها أمها، فبتحكي لها أمها عن الجنيات وإنهم أول مخلوقات بتعمل النوع ده من الحلوى. وبتمر السنين وكبرت آن وبتزور قبر أمها، وهي بتودعها وبتقول لها إنها تجيد صناعة الحلوى زيها، وبتاخد آن العربة علشان تسافر تحقق حلمها. فبتقابل ولد اسمه جوناس وبيسألها هتسافر فين وليه هتسافر من غير ما تقوله، فقالت له لأنها خافت يمنعها إنها تسافر، فقال لها أكيد لأنك صغيرة بالنسبة لسنك وسفرك لوحدك يعتبر مخاطرة كبيرة. فقالت له أنت عارف إن سفري بسبب إني عايزة أشارك في معرض الحلوى. فقال لها ما أنا كمان بجيد صناعة الحلوى. فقطعت كلامه وقالت له شكرا ليكم على كل حاجة عملتوها لي أنا وأمي. فقال لها طيب هتعملي إيه وأنا متقدم لخطبتك والزواج منك؟ فما جاوبتش عليه آن وبتمشي بالعربة وشكرته وودعته، وهي بتقول في نفسها ان تقدم جوناس لخطبتها مش بسبب ان هو بيحبها ولا حاجة، لكن بسبب انه اشفق عليها بعد وفاة امها، وعلشان كده هي مش عايزاه. ده غير انها مش عايزة تتزوج حاليا لكنها عايزة تحقق حلمها. ولما بتمر في رحلتها من خلال قرية، كانوا اهالي القرية متجمعين حوالين شخص عمال يضرب في واحد من الجنيات. فسألت آن الجميع ايه اللي بيحصل، فقالوا لها ان الشخص ده بيضرب جني لأنه حاول يهرب، وبيفضل البشري يضرب في الجني وكمان بيمسك جناحه والجني عمال يتألم جدا. فبتسأل آن ليه ما حدش بيتدخل، فقالوا لها لأن الشخص ده قوي وعنيف جدا. فقالت آن أنا اللي هتدخل، وبتجري آن وبتضرب برجليها الراجل، فوقع الجني وهرب. وبيشكر الجني آن على اللي عملته، وبيصرخ الراجل لآن لأن الجني هرب بسببها، فدافع عنها الناس وقالوا له يبعد عنها. بعدها بتروح آن لسوق الجنيات واللي بيتباع في الجنيات هناك، فسألت في السوق لو في جني محارب ومقاتل. ولما بتدخل لواحدة من الخيام فشافت واحد من الجنيات وهي منبهرة بجماله جدا، فقال لها الجني انت عايزة ايه يا فزاعة؟ فصرخت آن انا فزاعة وان مش من الادب يوصف بنت بالوصف ده. فقال لها بكل تكبر انه بيقول الحقيقة مش اكتر. فبيقابلها صاحب المحل وبيقول لها ان الجني ده دايما كده وبيقول ألقاب سيئة على أي حد بيمر من قدامه. فقال لها إنه جني مقاتل ومحارب. فاتفاجئت آن وقالت له إنها سمعت إن الجنيات المقاتلين بيكونوا ضخام وأقوياء جدا، فقال لها ما تستضعفيهوش، ده 3 صيادين ماتوا علشان يتم الإمساك بيه. فقالت إنها جت علشان تشتري جني مقاتل، فقال لها الجني اشتريني أنا. فضحك صاحب المحل وقال لها أول مرة من سنوات كتيرة يقول للحد إن هو يشتريه، معقولة تكون حبتها بالسرعة دي؟ فقال له الجني أنا مش شبهك يا عجوز يا بشري. فخرج صاحب المحل الجناح بتاع الجني في كيس وراح عصره بإيده، فتألم الجني بشدة. فخافت أنا عليه وطلبت إنها تشتريه مقابل قطعة ذهبية، فأعطاها البائع الجناح وقال لها تحذر علشان ما ياخدوش منها، لأن دي الطريقة الوحيدة اللي يسمع بيه كلامها، لأن الجناح ده بالنسبة للجنيات زي القلب بالنسبة للإنسان بالظبط. وحذرها لأن الجنيات المقاتلين غدارين ولازم تكون حريصة كفاية. فلما بتركب معاه آن العربة بتطلب منه إنه يحميها لحد ما توصل لأرض لويستون، بعدها تديله جناحه ويبقى حر. فسألها معقولة يعني تعطي قطعة ذهبية علشان تحرريني؟ وبيفضل يضحك عليها. ولما سألته عن اسمه قال لها تناديه بأي اسم بما إنها سيدته. فقالت له هناديك بالغراب، فقال لها ان اسمه شالفنشال. فقالت له بس اسمك طويل قوي هناديك بشال. ولما بتفتكر آن ان الأجنحة هي مصدر قوة الجنيات، وعلشان كده بيسرق البشر جناح واحد منهم لإجبارهم على موافقة أوامرهم، وعلشان كده بقوا عبيد. فجأة وقفت آن العربة وقالت له انها اشترته علشان يخدمها كحارس ليها، لكنها بتوعده انها ترجع له جناحه اول ما توصل لويستون. فقال لها قد كده انت ساذجة؟ فقالت له انها بتؤمن ان البشر والجنيات ممكن يكونوا اصدقاء، وانها مش عايزة تجبر اي شخص على خدمتها، واكيد مش عايزة تبيعه لاي حد تاني. فقال لها لا يمكن نكون اصدقاء ابدا. فقالت له ان ده حلم امها. فقال لها انت وامك عقلكوا زي الفزاعة. وغضبت آن وحاولت تضربه، وبتقول له ما تتكلمش عن امي بطريقة سيئة زي دي. وسألته طالما بتكرهني كده ليه طلبت مني ان انا اشتريك؟ فقال لها بالنسبة لي البشر كلهم واحد، بس أفضل أعمل مع شخص أحمق يسهل عليا الأمور. وبتكمل آن رحلتها وهي ساكتة وهو عمال يبصلها بصة استغراب.
وفي خلال رحلتهم بتوصل آن في مكان تبع للخريطة اللي معاها، وهي مستغربة ان المكان ما فيهوش ولا قرية ولا اي شيء. فقال لها شال ان في مأوى على بعد امتار من هنا، وفي الطريق حيوانات مفترسة بتهاجم بشكل عشوائي، وكمان قطاع طرق. فقالت له ازاي انت عارف الطريق؟ فقال لها تفتكري كام سنة خدمت فيها البشر، ولما بيحل الليل بتدي آن لشال التفاح والمية، لكنها أول ما بتشوف جناحه بتنبهر جدا من جماله، ولما بتحاول تلمسه بيغضب شال وبيزعق لها. فتأسفت له آن على اللي هي عملته. ولما بتنام آن وبتحلم بأمها بتقول لها إنها شافت كابوس، فقالت لها أمها إنها قوية جدا وتقدر تمشي لوحدها في أي مكان، وإنها كمان لازم تحقق حلمها، وبتقول لها ما تخافش من أي شيء. وفجأة بتصحى آن وبتلاقي شال كان بيحاول ياخد جناحه من الرباط اللي على رقبتها. فاتخضت آن وعرفت إنها المفروض تبقى حريصة أكتر من كده، وراحت لفة نفسها وقالت له على الرغم من اللي انت عملته لكني هوفي بوعدي ليك أول ما أوصل لبلدة ويستون، وساعتها هتحرروا وهتسألوا مرة تانية لو ينفع يكونوا أصدقاء. ولما بتنام بيقول شال لنفسه أنا قضيت 70 سنة مجبر على خدمة البشر، ما فيهاش أي حاجة يعني لما أصبر 3 أيام من دلوقتي. وبيستغرب شال ليه بتطلع من البنت دي رائحة حلوى، وبيقول اسم فتاة اسمها ليز. وبينطلقوا تاني يوم في رحلتهم، وفجأة بيقول لها توقف العربة. والغريب انهم بيشوفوا قطاع طرق بسيوف بيلفوا حوالين اي عربات للمسافرين. فبتتخض آن وقالت له انهم جايين ناحيتها وبتطلب منه يحميها. فبيطير شال وبضربة واحدة بيقضي على عدد كبير منهم، واول ما بيكتشف الباقي انه هو جني بيهربوا كلهم. وآن متفاجئة من قوته اللي ما كانتش متوقعاها جدا. وفي لحظة صدمة آن من ان شال هو اللي عمل كل ده، فجأة بتلاقي جوناس بينزل من العربة اللي كانت قدامهم، وبتسأل ايه اللي جابه هنا. فقال لها انه قلق عليها وسافر وراها لحد ما حصلها، ومن هنا ورايح هيحميها بنفسه. فقالت له مش انت اللي قطاع الطرق هجموا عليك، تحميني ازاي؟ فقال لها جوناس ان الجن اللي اشتريته شكله جميل جدا شبه البشر. فقالت له آن ما علينا، الرحلة دي خطيرة عليك، انت لازم ترجع. فقال لها انا هاجي معاكي يا آن لاني بحبك. فقالت له آن ان بيظن ان مشاعر الشفقة عليها اسمها حب. فقال لها ابدا مش هسيبك. فجأة بيقول لها شال احنا لازم نتحرك بسرعة، في غربان شموا رائحة الدم وبعدها هيجي وراهم الذئاب. فبتركب آن مع شال وبتطلب من جوناس يرجع لبيته علشان ما يأذيش نفسه بسبب خطر الطريق، لكنه برضه بيفضل يلحقها. وبتطلب آن من شال ينقذ جوناس لو حصل له أي شيء في الطريق. ولما بيوصلوا للمأوى وأثناء ما آن بتطبخ برضه بتنبهر بجمال الجناح، لكنها لما بتفتكر رد فعل شال على لمسها ليه بتخاف جدا. ولما بتحضر آن لجوناس الطعام بتقابلها كاسي جنية جوناس، وكان من الواضح غيرة الجنية من آن على جوناس جدا، وبترفض تاخد منها الطعام وبتقول لها ان الطعام ريحته وحشه. فسابته آن ومشت وهي غضبانه من كلامها جدا. ولما بتقدم آن الطعام لشال بتقول له هتقول عليه انت كمان ان هو سيء. فقال لها شال انا بس استغربت انك انت بتقدميه قبل ما تاكلي منه. فقالت له آن ان ده من الادب تقدم للاخرين الطعام قبل ما تاكل منه وبتروح تجيب له معلقه. فبتستغرب آن لما حط شال ايده فوق الاكل ولقيت الاكل كله بيخلص، وقال لها ان دي طريقه الاكل عندهم. ولما سألته عن طعمه هل حلو ولا لأ، فقال لها ان دي الطريقة الوحيدة اللي بيمتصوا بيها الطعام، وما بيعرفوش طعم الأكل ايه، لكنهم يقدروا يتذوقوا شيء واحد بس وهو السكر الفضي. ففرحت آن جدا لأنه بيحب الحلوى، وقالت له آن إنها شاطرة جدا في عمل الحلوى، وإن والدتها كانت بارعة جدا في صنع السكر الفضي وهي ورثت إتقانه منها. ولما بتحاول آن ترجع للعربة علشان تصنع له السكر بتلاقي فيها شيء بيتحرك، فبسرعة بتتخض وبتطلب من شال يشوف لها فيه ايه. ففضل شال يضايقها ويقول لها يعني لو ما نفذتش طلبك هتأذي جناحي اللي معاكي، روحي شوفي الموضوع بنفسك. فقررت آن تروح بنفسها وماسكة في ايديها عصاية، وفجأة بيظهر لها جني صغير راحت ضرباه من كتر الخضة. فسألته آن هو مين وليه ركب العربة بتاعتها، فقال لها انه الجني بودو وركب معاها علشان يرد لها تمن اللي هي قدمته له. فقالت له انا افتكرتك انت اللي انا انقذتك. فقالت له آن ان مفيش داعي لرد الجميل لانها ما انقذتوش علشان كده، وقالت له انت حر وعيش بسلام. فقال لها لازم يرد لها الجميل وان هو ما بيحبش البشر ابدا وعمره ما شكرهم، وعلشان كده لازم يرد لها الجميل والا مش هيسيبها ابدا لحد ما يردوا. وآن من كتر التعب من صراخ بودو راحت لفه نفسها ونايمه. تاني يوم بتكون آن مرهقه جدا وبودو نايم. ولما بيرسوا عند بحيره بيقول لها جوناس انه خايف عليها جدا. فقالت له آن ان هم قطعوا مسافة كبيرة جدا ومش هيعرف بعدها يرجع لوحده، علشان كده بتطلب منه يسافر معاها على الرغم من المخاطر الكتيرة اللي ممكن يقابلوها. فقال لها ما تقلقيش عليا. وبتعرف آن شال على جوناس وكاسي، ولسه كاسي بتعامل آن بطريقة متكبرة وبيوقفها جوناس وقال لها انه ما ينفعش تعامل آن بالطريقة دي، وطلب منها تختفي من قدامه. وطلعت ان دي قدرة كاسي السحرية. ولما بتسأل آن بودو عن قدرته السحرية فقال لها
إن في جزيرة هالاند السحرية كان في بحيرة مياه عجيبة، لما نزلت منها قطرة اتولد هو، وده زي جميع الجنيات اللي بيتولدوا ساعات من بذور العشب ومن بذور الفاكهة أو من قطرات المية أو من المجوهرات، بيتجمع شكلهم وبيتولدوا. ولما سألت آن شال اتولد من إيه؟ فقال لها بودو أكيد اتولد من نوع نادر من الأحجار الكريمة. ولما طلبت آن من بودو يوريها قوته السحرية، وبالفعل بيجمع بودو قطرة مية، لكنه بيزعل من آن لأنها بتستخف بقوته هي وشال. وفجأة بيظهر عدد غربان كتيرة جدا فوقهم علشان يصطادوا البشر أحياء بعد ما داقوا دم قطاع الطرق. وفجأة بيهاجم أحد الغربان جوناس، وبتأمر آن شال إنه ينقذها، وطلب منهم يستخبوا بداخل العربة. وبدأ الهجوم عليه من الغربان، وبدأ شال يهاجمهم. وأول ما بتطلع آن بتكون منبهرة جدا من اللي عمله شال، وبتقوله بس إنها عايزة تشكره على إنقاذه ليها. وخلال رحلتهم بتلاقي آن في الخريطة مأوى طبيب قريب منهم. ولما بيسخر شال من خريطة آن زعقت له وقالت له إن أمها هي اللي رسمتها. ولما سألها فين أمها دلوقتي قالت له إنها ماتت من أسبوعين، وعلشان كده قررت تكون متقنة لعمل السكر الفضي زيها. وفي نهاية الخريف بيقام حدث في الويستون، والحدث ده اسمه معرض السكاكر، وعلشان كده عايزة تكون بارعة في عمل السكر الفضي علشان تقدر تودع روح أمها وتطمن أمها عليها. ولما بتوصل آن لمأوى الطبيب حكوله عن الحادثة اللي حصلت لهم، فاستضافهم الطبيب وقال لهم إن لازم يتعشوا معاه، وأعطاهم غرفة علشان يباتوا فيها. وبتطلع آن مع الجميع علشان يتعشوا سوا. فجأة بتلاقي عند الطبيب ضيوف تانيين وصلوا قبلهم،